ازيكم؟ رايحين النهارده اكتوبر على المحور وفي اتجاهنا الكومباوند تلات. وصلنا الكومباوند الحمد لله. ده شكل العماير من بره، حتى البوابات ومداخل الكومباوند معمول لها ديزاين بطريقه حلوه جدا. الطرق كلها جوه معموله انترلوك. مستوى التشطيب هنا حلو جدا والاهتمام بالتفاصيل حاجه محترمه. كان نفسي يفصلوا بس الارضيات ما بين اماكن الباركنج والشارع الرئيسي بحيث يبقى فيه كونتراست واضح. شايفين الالوان اللي معمول بيها التصميم بتاع المباني؟ الالوان مبهجه جدا، الاصفر مع الجري بالاضافه للون الاوف وايت المحايد، وطعم بحجر مايكا في اجزاء صغيره جدا. خلي بالك التكوين برضو بتاع المباني مع بعض، فكره انه يربط الكومباوند كله بطابع تصميمي واحد بالوان واحده خلاك تحس ان المباني كلها وكانها مبنى واحد على بعضه. عاملين كمان حساب الجريلات وصرف المطر في الشوارع بالكامل، حتى اماكن الرمبات والجراجات اللي تحت واسعه وكويسه. ده مهندس رضوان قابلناه وتعالوا بينا نطلع على الشقه بتاعتنا. ده المدخل بتاع العماره، واسع وكويس، رخام بالكامل، في مرايه شكلها لذيذ مع شويه زلط. السلم واسع ومحقق المعايير التصميميه اللي تخليه مريح ومناسب. كمان في اسانسير مع ان عدد الادوار مش كتير، بس دي نقطه في صالحهم. شايفين كمان مستوى التشطيب في الصروفات، عمود النفس موجود والصرف التقيل والخفيف كل واحد لوحده مفصولين عن بعض. الناس دي شكلها كانت بتتفرج على الفيديوهات. ده مدخل الشقه، عرض الطرقه واسع وكويس. على شمالك حمام ضيوف هنعمله غرفه لاندري. المباني بالكامل طوب اسمنتي حاجه محترمه. الاسقف بالكامل فلات سلاب، يعني هناخد راحتنا في التعديلات. هنفتح حته المطبخ بالكامل للسقف عشان نعمل امريكان كيتشن. وتخيل لما المسطحات دي كلها تتفتح على بعض وتتصمم بطريقه كويسه هتبقى عامله ازاي. ده الفيو الخلفي للشقق، محقق برضو معايير المجاوره السكنيه، وعاملين اماكن يلعبوا فيها الاطفال واماكن الناس تقدر تمشي فيها وتستمتع بالمكان حتى لو مجرد النظر من البلكونات. هنقلب كمان الباب بتاع البلكونه ونخليه يفتح لبره عشان نفرش جوه براحتنا ونستغل المساحات وتكون احسن. كمان غرفه النوم الماستر نفس الفكره، هنقلب الباب ونخليه يفتح لبره، وهناك هنحط التلفزيون. بعد كده عندك دريسنج روم وحمام ماستر، على يمينك الشاور وعلى شمالك الحوض والتويليت تحت الشباك، والخزانات كلها دفن بما فيهم الحمام التاني. عايزكم تتخيلوا شكل الشقه في الاخر وتقولوا لي رايكم في الكومباوند بشكل عام، واشوفكم في فيديو جديد وفلوج جديد. سلام.